السلام عليكم. اليوم بغيت نناقش معكم واحد الموضوع وتعطيوني رايكم فيه اللي كيقلقني صراحه شويه نوعا ما. المهم، اشنو مشكل المسلمين مع الزيف؟ انا كنقول المسلمين والمسلمات مع الزيف، مع وحده تكون دايره الزيف، دايره الحجاب، لابسه النقاب. المهم، كما كيقول الله سبحانه وتعالى، مستوره. لما كتجي واحد الانسانه وكدير واحد الغلط، كلشي كيبقى يعيب عليها وكيقول لها ايوا انت زعما راكي دايره الزيف، او ايوا انت زعما راكي منقبه، ايوا انت زعما راكي محجبه. اش قرب هذا لهذا؟ واش اللي منقب او محجب او داير الزيف ما يمكنش ليه يخطا؟ اختي قولي لي واش ما يخطاش؟ الا كنا حنا دايرين الزيف ولابسين الحجاب ما خصناش نخطئوا، نتوما اللي ما دايرينوش كيف دايره حالتكم في الاخطاء؟ انا بغيت نطرح هذا السؤال وبغيت الناس جاوبوني بصح نيت، ماشي تنافقوني. واش بصح نيت كتهضروا من نيتكم على هذيك اللي دايره الزيف؟ ما كتخطاش، ماشي بنادم، ما كيجريش معاها الشيطان مجرى الدم. ها، راه ربي قال لك تستروا، ما قالش لكم ما تغلطوش، ما كاينينش هاد الجوجات. قالش لك ما تغلطيش اختي، قال لك الله انا غفور رحيم واتوب على عبادي لما يستغفروا. ما قالش لك الا درتي حبيبتي الزيف ما خصكش تغلطي. انا بنتي عندها 13 سنه، كتخرج كتلعب كتدابز مع بعض الوليدات، كدور في شي مرا، لا جات شي مرا كتبرى فيها على بنتها كدور فيها بنتي، ولا كتوقع شي سوء تفاهم كتجي كتقول لها ما مربياش ومأدباش وحشمي حيت داير الزيف. واش هاد البنت هادي خصنا نلبسوها المسؤوليه ديال الزيف ونحملوها المسؤوليه من دابا؟ ماشي طفله، ماشي من حقها تغلط، ماشي من حقها حتى هي تطيح في المواقف الصعيبه ومنهم تعلم. بالله عليكم الا ما راجعوا راسكم في الدين، بالله عليكم الا ما راجعوا راسكم. راه الا جيتو تحكموا علينا حنا ما خصناش نغلطوا، راه غنحكموا عليكم نتوما حياتكم كامله غلط، حتى النهار اللي ديري اختي الزيف عاد غنوليو نقولوا راكي كتغلطي مره. الله يرحم الوالدين الا ما قيموا الدين وقيموا الاغلاط. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. علاش ما قارينش الدين؟ علاش كتعرفوا الحجاج وكتعرفوا الامثله وكتعرفوا بزاف والدين مالكم كتوضروا عليه؟ بغيت نعرف. شوف، كنتحكم في راسي حتى كنعيا وما كتستفزني حتى شي حاجه في الدنيا، ياك؟ ولكن شي وحده لما تقول لي ايوا انت دايره الحجاب وكديري هذا الغلط، اولا كنشوف شي وحده كتهجم على بنتي وكتقول لها ايوا انت راه زعما دايره هذه القضيه، راه وقعت لي دابا علاش طلعت كناقشها معاكم؟ ناقص على بنتي وتقول لها ايوا انت يا راكي كديري وكتفعلي واحترمي غزي، راه غتباني لي انت ماشي جاهله، غتباني لي من واحد المستوى شي كوكب اللي ما عندوش المله اصلا. الا جيتي انت تقولي عليها ما مربياش، انت راه ما عندكش المذهب. عطيوني رايكم عافاكم وناقشوا معايا هذا الموضوع ونشوفوا علاش حنا المجتمع ديالنا بحال هكا. علاش ديما الانسان كيحكم على المظاهر؟ لو تشوف وحده لابسه وداربه ريحه وقاده الحاله تحترموها، توليو عبيد عندها. كي لما تكون انسانه متدينه ولابسه ما يرضي الله كتجيكم ما خصهاش تغلط. راجعوا نفوسكم.